حطي الرمان على النار. فكرة عمرها ما خطرت في بالك، فكرة مطبخية لأول مرة هتشوفيها معايا، هتعجبك جدا. هاتي كده رمانة وهتحطيها على النار وتعالي اقولك هنعمل ايه. وكمان جايبالك افكار كتيرة قوي، عايزاكي تشجعيني كده باللايك الحلو منك وتشتركي معايا في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني. ويلا كده نبدأ مع بعض بأول فكرة معانا، وبإذن الله كل الافكار هتعجبك. حطي الرمان على النار وتعالي اقولك على فكرة منزلية لأول مرة هتشوفيها معايا. فكرة بجد حلوة جدا، الكل هيسألك عليها. هنحط كده الرمان على النار وتعالي هقولك هنعمل بيه ايه. يلا كده نبدأ الوصفة النهاردة. اول حاجة هتجيبي كده الرمان، وبيبقى الرمان مثلا ساعات كتير قوي بنجيب رمان ما بيبقاش مسكر وبيبقى طعمه مش حلو. استخدمي بقى الفكرة دي. هتبتدي ان انت تفصصي الرمان بالشكل ده زي ما انت شايفة، وهتحطي عليه معلقة من السكر، وهتركنيه كده على جنب لحد ما ينزل ميته. معلقه كده كبيره من السكر زي ما انت شايفه، وهنركنه بقى كده لحد ما ينزل ميته خالص. وبعد كده في طاسه عندك هتجيبي كوبايتين من اللبن، على معلقتين كبار من النشا، على معلقتين او 3 معالق كبار من السكر، وممكن تزودي براحتك. هتقلبي بقى كده النشا الاول مع السكر واللبن بارد، وبعد كده هنرفعه على النار عشان القوام بتاعه يتقل. اهم حاجه تقلبيه كده الاول على البارد علشان النشا يدوب معاكي زي ما انت شايفه. وبعد كده ترفعيه على النار لحد ما القوام يتقل بالشكل ده زي المهلبيه بالظبط. بصي بقت عامله معايا زي المهلبيه. نرجع بقى للرمان اللي احنا كنا سايبينه، هنحطه كده في الكبه، هتفرميه مع شويه صغيرين جدا من الميه، وهنفرمه كويس لحد بقى ايه ما ينزل ميته ويتفرم خالص. ممكن تستخدمي الخلاط او اي كبه. لو لسه مكمله بقى معايا الفيديو لحد دلوقتي قولي لي انت بتشوفي الفيديو منين، وما تنسيش اللايك الحلو منك. ويلا بقى ايه نكمل كده مع بعض فرم الرمان. بتصفيه بالشكل ده، وبعد كده تحطي عليه معلقتين كبار من النشا، ومعلقه من السكر، واي لون طعام عندك يكون احمر كده علشان يبقى شبه معانا شبه الجيلي، عشان يبقى لونه كده احمر، يبقاش لونه ايه فاتح وشكله مش حلو. هنرفعه برضو على النار لحد ما القوام يتقل زي ايه المهلبيه بالظبط. بصي على نار هاديه خالص، كل مره هتلاقي بقى ايه القوام بتاعه بقى تقيل. هنجهز بقى كده خلاص كوبايات التقديم. هتحطي كده اول طبقه معانا الطبقه البيضه وتسيبيها تتماسك شويه، وبعد كده هننزل الطبقه التانية عامله زي الجيلي بقى بس بطعم الرمان. حاجه كده طعمها حلو جدا، هتعجب الاولاد قوي. ولو انت عندك رمان طعمه مش حلو ومش مسكر، اعمليه بقى بالطريقه دي. وادي الناحيه التانية بصي اهي نزل زي التقيل. بصي القوام بتاعه تقيل ازاي. بعد كده ممكن تزينيه بشويه رمان كده على الوش. عايزه اقول لك كل اللي هياكله طعمه هيعجبه جدا زي ما انت شايفه كده. دي كده كانت اول فكره معانا. يلا بقى نشوف تاني فكره، باذن الله برضو هتعجبك قوي. شايفه متماسك ازاي؟ جربيه وباذن الله هيعجب الاولاد جدا. يلا بقى نشوف تاني فكره معانا في الفيديو. نيجي بقى الفكره اللي بعد كده، هنحط القهوه على الرمان. هاتي كده نص الرمانه. انا بقولك على كل الحاجات والافكار اللي ممكن تستفيدي بيها في الرمان لو انت عندك الرمان ما كانش طعمه حلو وكان لاذع مثلا. دي كلها افكار ممكن تستفيدي بيها. تاني فكره القهوه على الرمان. يلا كده نشوف هنعمل ايه. وصفه حلوه جدا وبجد اختراع. محتاجين في الوصفه دي يعني اقل من ربع الرمان، يعني مش هتستهلكي الرمان كتير. شويه رمان زي ما انت شايفه ومعلقه قهوه. اول حاجه هتجيبي كده الرمان هتحطيه برده في الكبه، وهنحط برده معاه كده شويه ميه، بس طبعا المره دي من غير سكر، رمان عادي جدا. هنحط برده كده عليه معلقتين من الميه بالعدد، ما تزوديش ميه كتير، انا عايزه ميه الرمان هي اللي تبقى كتيره وتبقى كده مركزه. هضربه وافرمه كويس جدا، وبعد كده باذن الله هنبتدي ان احنا نصفيه وناخد الميه بتاعته. ميه الرمان زي ما انت شايفه كده. كده شويه دول هم دول اللي انا عايزاهم. بعد كده هتحطي عليهم معلقتين كبار او 3 معالق كبار من القهوه، بحيث ان القوام بتاع القهوه يبقى تقيل زي ما انت شايفه كده. زودي قهوه لحد ما تتقل معاكي خالص. بصي اهو بتبقى تقريبا ضعف ميه الرمان زي ما انت شايفه، خفيفه. هزود لها تاني شويه قهوه. طبعا القهوه دي ساده زي ما انتوا شايفين. هزود لحد ما القوام يتقل. بصي شايفه تقلت ازاي. بعد كده هحط عليها بقى معلقه سكر، ويا ريت السكر يكون خشن. لو انت عندك سكر خشن هيبقى حلو جدا. هتحطي كده معلقه كبيره
بصي هحط تانية معلقة تانية عشان دي كانت معلقة صغيرة. وما تدوبيش السكر، خلي السكر زي ما هو كده، يبقى تقيل زي ما انت شايفة بالشكل ده. طب ده هنستفيد بيه في ايه؟ بصي يا ست الكل، ده احسن ماسك ممكن تعملي لي التفتيح. فوائد القهوة حلوة جدا للبشرة، معروفة طبعا، ابحثي عنها. وكمان مية الرمان ليها فوائد حلوه جدا للبشره. ده بقى بيفتح لك البشره بجد، حلوه قوي. بتحطيه كده على البشره، تبتدي ان انت تعملي حركات دائريه عشان يرجع كده الدوره الدمويه لوشك. وكمان امن جدا. السكر بيبقى خشن كده شويه علشان يبقى عامل معاكي زي الصنفره الطبيعيه، وتفتح لك كده وتدي لك درجه حلوه جدا زي ما انت شايفه كده. بتدينيها الاول بحركات دائريه، وبعد كده بتسيبيه ينشف وترجعي تاني تعملي حركات دائريه تاني زي ما انت شايفه كده. بعد ما يجف بعد دقيقه ترجعي تاني بقى تفركيه كده. الحركه دي حلوه جدا بقى، ايه، بتخلي البشره تبقى لونها فاتح. الماسك ده حلو جدا، جربيه باذن الله هيعجبك قوي. ممكن تستخدميه لكل الاماكن زي ما انت شايفه، الرقبه والكوع والبشره بتنشف بسرعه، وهتلاحظي الفرق على طول. كده الفيديو بتاعنا خلص والافكار خلصت. لو عجبتك الافكار ما تنسيش بقى اللايك الحلو منك، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.